برج العقرب، عام التجديد. نبدأ مع بسنت يوسف اللي شايفة إن في كتير من الخير ينتظر مواليد برج العقرب، وهيكون بصحة جيدة وبعضهم سيتحسن صحتهم لأن برج العقرب سيكون في وضع صحي رائع. وأشارت إلى أن برج العقرب سيشعر بأن هناك أشياء ليست جيدة، ولهذا من المهم العمل الجاد وعدم الاستماع إلى كلام المحبطين. أما ماجي فرح فبتؤكد أن دخول المشتري برج الدلو في 5 يناير 2023 سيجعل هذا العام عام الانتفاضة والتجديد للعقرب، وتنصح مولود العقرب بتصحيح العلاقات وتصويبها. عبير فؤاد كمان متفقة معاهم وشايفة أن سنة 2023 هي سنة التحرر والحذر لمواليد العقرب، وفيها هيشعر مولود العقرب بأن الحياة أصبحت سهلة في أول شهرين من العام، وسيشعر كذلك بالإصرار والطاقة والفرص الممتازة.